بما ان الجو بقى حر ورطوبه في القاهره الفتره ديت، فكان لازم نهرب يوم او يومين على اسكندريه. فيلا بينا نشوف نقدر نعمل في اسكندريه ايه. انطلقنا بقطر التلج الجديد اللي بيروح من القاهره لاسكندريه في ساعتين بس. سعر تذكره الدرجه الاولى 200 جنيه والتانيه 150، وبيطلع مره واحده في اليوم الساعه 2 من القاهره، وبيرجع 6 صباحا من اسكندريه، وجمعه وسبت اجازه. وصلنا على هوستل فوق قهوة البورصة في محطة الرمل اسمه إيساكا. مكان جوه لذيذ، وكمان في أجانب وسياح كتير بينزلوا فيه لأن سعره مش غالي. بتقدر تأجر سرير في حدود 200 جنيه. ده غير كمان ليك وجبة فطار، وفي كمان غرف مخصوص للبنات بس. ده غير إنه بيبص على البحر. انطلقنا على الكورنيش. المنظر والجو كان وهمي، واتمشينا لأول مكان هنزوره هو قلعة قايتباي. بس قبل ما ندخل القلعة قررنا اننا هنعمل تجربة جديدة تماما، واجرنا مركب بتلف بينا في البحر حوالين القلعة عشان نستمتع بالمنظر، وسعرها بالظبط كان 150 جنيه. واحدة من المعلومات اللي ناس كتير ما تعرفهاش ان القلعة مبنية فوق واحدة من عجائب الدنيا السبعة، وهي منارة الاسكندرية، والمنارة دي اتهدد بسبب كثرة الزلازل. المهم سعر دخول القلعة هو 60 جنيه للمصريين والعرب، ولو انت طالب سعر التذكار بيبقى 30 جنيه. خلصنا يومنا وطلعنا على فرج ابو خالد، اجمد مكان بيعمل كبده اسكندراني، وعنده كمان اختراع مش موجود في اي حته تانية، وهو مخ بالزبده. صعب تلاقيه في اي مكان تاني. تقريبا طلبنا كل حاجه في المنيو عنده، والاكل كان كله عالمي. طلبنا من عندهم كل انواع الكبده، كبده اسكندراني وكبده شمبري وكمان كبده مشويه. ده غير كمان ان احنا جربنا من عندهم الممبار والسجق بكل انواعه، والاكل الصراحه كان جامد جدا. طلعنا على واحد من اقدم واشهر اماكن حلويات في اسكندريه، اللي معمول على الطراز الفرنساوي، هو ديليز. المكان حرفيا بيعمل كل حاجه، شرقي وغربي، وكمان عندهم اوضه بتاخدك في الزمن لورا، لانهم محافظين فيها على كل الحاجات القديمه اللي كانت بتستخدم في المكان. تاني يوم انطلقنا على واحد من اجمل واقدم شوارع العالم، هو شارع فؤاد، يعتبر واحد من اجمل شوارع اسكندريه. انطلقنا هناك عشان نتفرج على جمال وحلاوه المباني. ورايا ده يعتبر اقدم محل ورد موجود في مصر تقريبا، محل فلوريلو، وده يعتبر اقدم محل للورد اتعمل في مصر. كان لازم بعد كده نفطر فطار اسكندراني، ومن احلى عربيه فول موجوده في شارع فؤاد. العربيه نفسها مبهجه وبتفتح نفسك على الاكل. الفول عنده وهو بيتعمل حكايه. ضربنا من عنده فول وطعميه وبتنجان، وكل سندوتش كان احلى من التاني. أكبر مكتبة خرائط مفتوحة في الشرق الأوسط كله، فيها أكتر من 7000 خريطة لإسكندرية ودول البحر المتوسط ودول العالم كله. دلوقتي جه وقت مكتبة الإسكندرية، اللي بتعتبر واحدة من أعظم المكاتب في العالم، وتم افتتاحها 2002 إحياء لذكرى المكتبة القديمة. وفيها تقريبا أكتر من 2 مليون كتاب، وكمان فيها 3 متاحف، منهم متحف للرئيس الراحل محمد أنور السادات. سعر تذكرة الدخول هو 5 جنيه فقط. ركبنا الترام، ويعتبر من اجمل المواصلات في اسكندريه. وكنا عايزين كمان ناكل سمك حلوه، فاهل اسكندريه قالوا لنا ودلونا على واحد اسمه حوده دونجل موجود في الازاريط، يعتبر من اشهر الاماكن هناك. طلبنا من عنده طاجن جمبري وشوربه سي فود. ده غير كمان ان عنده وجبه بيبقى فيها كل حاجه ب 200 جنيه بس. شيرنا في كل دوت، وكل واحد فينا تقريبا دفع في حدود 200 جنيه بس، والاكل كان حلو والسمك كان طازه. الاماكن والفسح والمطاعم في اسكندريه حرفيا ما بتخلص. اماكن زي جيلاتي عزه وصابر والرز بلبن بتاع الشيخ وفيق والصوبيا الاسكندراني، وكل الحاجات ديت، غير كمان التنوع الثقافي الرهيب نظرا لانه عدى عليه عصور كتير قوي. عندك كمان المسرح الروماني ومقابر اللاتين واماكن تانية كتير. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير. عايزين نوري الناس جمال مصر وجمال اسكندريه.